السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. فيديو النهارده هنتكلم فيه موجة غضب على الممثل مراد يلدريم البطل الرئيسي لمسلسل المنظمة. فما السبب؟ لو اول مرة تشوف القناة اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. يبدو أن خبر انضمام الممثل مراد يلدريم لمسلسل المنظمة وتوقف التحضيرات الخاصة بموسم جديد من مسلسل عزيز أثار موجة غضب عارمة من أصدقائه، خصوصا أنهم اعتذروا عن العديد من الأعمال من أجل المشاركة في الموسم الجديد من المسلسل. فقد قام صديقه جوفين مراد بإلغاء متابعة مراد يلدريم عبر صفحات السوشيال ميديا، والمعروف بصداقته الطويلة له والتي امتدت لسنوات منذ مسلسل الصامدون عام 2012. وليس هو فقط من أعلن عن استيائه من تصرف مراد، فقد نشر أحد أفراد فريق عمل مسلسل عزيز أنه بفضل مراد بطل المسلسل أصبح هناك 200 شخص بلا عمل بشكل مفاجئ، فجميعهم رفضوا العروض التي قدمت إليهم على أمل التصوير في شهر تموز الماضي وأصبحوا الآن بلا عمل، فهذا عار عليه. ولم تقتصر الاتهامات ليلدريم على فريق عمل المسلسل فحسب، إذ وجهت له الصحفية التركية الشهيرة بيرسن الكثير من التساؤلات فور إعلانه على الانضمام إلى مسلسل المنظمة. فكتبت على صفحتها الخاصة: هل بعد هذه الأزمة التي واجهها صناع مسلسل عزيز وقرار مراد المفاجئ بالانسحاب من العمل لعدم إعجابه بالسيناريو، تكون أزمة افتعلها مراد يلدريم لينضم إلى مسلسل المنظمة؟ وهل كان غير راضي على السيناريو عمدا لينهي المسلسل فيصبح فريق عمل عزيز عاطلين عن العمل منذ بداية الصيف؟ وتلقى جمهور النجم التركي مراد يلدريم بطل مسلسل عزيز خبر سعيد، وذلك بعدما تم الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل ممثل هذا العام ضمن جوائز ريادة الأعمال الدولية. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 29 أيلول سبتمبر في اسطنبول. وجاء إعلان فوز مراد يلدريم بجائزة أفضل ممثل بعد انضمامه إلى مسلسل المنظمة بموسمه الثالث، حيث سيلعب دور البطولة إلى جانب بطلة العمل النجمة دينيس بايسل. وكانت شركة الإنتاج قد رشحت الكثير من الأسماء لبطولة الموسم الثالث، لكن إدارة قناة TRT لم تقتنع ورفضت جميع المرشحين لأنها تريد أن يكون بطل مسلسلها ممثل نجم صف أول. وصادف إلغاء مسلسل عزيز للنجم مراد يلدريم، فقدم منتج المسلسل عرضا له للانضمام إلى بطولة الموسم الثالث وقبل العرض. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة.